خطة جزائرية إيرانية خطيرة جدا والمغرب يتصدى لها. هذه الخطة تروم احتلال الحدود المغربية، لكن هيهات ثم هيهات. هكذا تعزز محور الشر الجزائري الإيراني عند أعتاب المغرب وأوروبا. نعرفوا بأن الخطر الإيراني في هذه الحلقة غادي نرصدوا واحد الخطة جزائرية إيرانية تروم فقط ليس المغرب فقط ولكن حتى أوروبا وإفريقيا. غادي نمشيو مباشرة لتفاصيل الخبر. قرر النظام العسكري الجزائري إنشاء مركز لبحوث وتطوير الطائرات الإيرانية بدون طيار في مدينة سيدي عبد الله شمال الجزائر، وفق ما أفادت به مجلة فاتهم جورنال. فخصنا نعرفوا بأن لا مجال للمقارنة ما بين المغرب والجزائر، حلفاء المغرب وحلفاء الجزائر. فالبعض غادي يقول لي والمغرب جاب إسرائيل وغادي يدير معها واحد المعمل ومصنع ديال الطائرات المسيرة، فمن حقنا نجيبوا إيران ونديروه في هذا العملية. الفرق شاسع ليس في المغرب والجزائر فقط، ولكن حتى ما بين إسرائيل وإيران. إسرائيل أيضا نعم محتلة لأراضي فلسطينية، لا ننكر ذلك، ولكن لا تروم التوسع إلى باقي المناطق. فإسرائيل كل مجالها اليوم وتركيزها على الحدود الوهمية اللي دايرها هي دابا. نعم متفقون على ذلك، تحتل جزء من هضبة الجولان السورية وأراضي فلسطينية، ولكن هذا هو حدها. لكن إيران تتوسع وليس على دول غير مسلمة، بل فقط على الدول العربية والمسلمة فقط. فهي مشات تتوسع للعراق، تتوسع لسوريا، تتوسع لليمن، تتوسع للبنان، تتوسع في اليوم تحاول التوسع في إفريقيا وفي الجزائر وحتى نحو المغرب. فهنا كيبان لنا بأن الغرض خبيث، الغرض هو فارسي، انتقام تاريخي من احتلال العرب والمسلمين أو فتح العرب والمسلمين لمنطقة فارس. فهم اليوم كيقولوا بأنه تم احتلالنا، ما كيقولوش فتحنا، احتلالنا من طرف العرب والمسلمين بالدين، ونحن سوف نعود ونحتل أراضيهم باسم الدين، وهنا خرجوا لنا الدين الجديد ديال الشيعة. إذن هنا وضحنا الفرق، فما يمكنش نقارنوا بيناتهم أبدا. إذن من كتجيب هذا الخطر اللي باغي التمدد فين لمنطقة عربية مسلمة اللي هي شمال إفريقيا، وأيضا فيها مسلمة في الجنوب، فمالي دولة مسلمة، السنغال دولة مسلمة وغيرها. فهذا التوسع هذا وللجزائر كتجيبه ماشي فقط سياسيا أو لا فقط دينيا، ولكن اليوم عسكريا، باش أنك تسهل على الإيرانيين يوصلوا الطائرات المسيرة ديالهم إلى المنطقة، فخطر كبير. نعم خطر كبير، لأن الطائرات المسيرة ما غتمشيش لأغراض حفاظ على السلم. الطائرات المسيرة سهلتها باش توصل للجماعات الإرهابية والمتطرفة اللي كاينة في المنطقة. البعض يقول لي وراه أصلا الجزائر ترعى الإرهاب، راه هاد الجماعات الزعماء ديالها والعناصر ديالها يتكونون ويتدربون فين؟ في البوليساريو. أصلا جماعة البوليساريو هي جماعة مرتزقة وأيضا مصنفة في بعض المناطق على أنها تمول الإرهاب. إذن فمن كتجيب انت وكتسهل عليهم هذه العملية، فهنا الخطر الكبير يبدأ. الخطر من الجزائر أو على الجزائر أولا. شوفوا بقية التفاصيل. وحسب كاتب المقال أليكس غرينبرغ، فإن اعتزام الجزائر لإنشاء مركز البحوث لتطوير الطائرات بدون طيارة الإيرانية لا ينبغي أن يمر تحت أنوف الأوروبيين، محيلا على أن محور الشر المبرم بين البلدين مشكل أو يشكل خطرا يحدق بالمصالح الغربية في المنطقة المغاربية ومحيطها. إذا كيف ما كيقول كاتب المقال، المشكلة ماشي غير مع المغرب، ولكن هنا غادي يكون مشكلة لدول أخرى. فإلا هدرنا قلنا أن هناك جماعات إرهابية ومتطرفة في المنطقة المغربية والساحل، منطقة الساحل والصحراء، فما ننساوش أن هناك جماعات تنشط أيضا حتى في أوروبا. والدليل هو أننا أكثر من مرة كنلقاوهم كيشدوا واحد من هذوك الإرهابيين أو خلية من الخلايا
سواء بمساعدة المغرب أو بمساعدة استخبارات أخرى. وهذا يعني أنه يمكن أن تصدر هذه المسيرات بطبيعة الحال إلى هذه الدول وإلى هذه الجماعات. فهناك أيضا مناطق انفصالية تريد الانفصال عن دولها، سوف تجد في هذه الطائرات ربما الحل. وهكذا يشير كاتب المقال إلى أن الخطر يتجاوز منطقة المغرب إلى إفريقيا إلى أوروبا. ونمر إلى المحور الثاني، وهذه المرة غادي نهضروا على الدور ديال الفاغنر فيما يحدث في السودان في 3 ديال النقاط: علاش وكيفاش. استخدمت فاغنر لنهب الذهب وتأجيج حرب أهلية، أو استخدمت. ماذا تريد روسيا من السودان؟ النقطة الأولى: يتجاوز وجود فاغنر في السودان تغطية وسائل الإعلام، حيث أنشأ صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي موالية لروسيا من أجل نشر معلومات مضللة وتأجيج نار الفتنة والحرب الأهلية. سنعرفوا بأن أي دولة ولا أي نظام كيبغي يتحكم في شي دولة إلا كيسيطر أول شيء على الإعلام. فالإعلام اليوم هو الذي يروض الرأي العام، فالإعلام اليوم هو الذي يثير الفتنة ويؤجج الغضب، فالإعلام هو الذي يلمع صورة أحد أو يشيطن أحد، وهذا فطنت له الإدارة والنظام الروسي. وبالتالي دارت مجموعة من الصفحات، واليوم هذا هو الخطير، ماشي فقط تحتاج إلى مؤسسات إعلامية كبيرة من شكل التلفزيون أو الراديو، فأصبح ممكن من غرفة واحدة أنك تنشئ تلفزيون أو بترددات عالية أو لا راديو إلكتروني. فبالتالي أصبح الأمور بالنسبة للروس مسألة سهلة، خصوصا كنعرفوا أن الروس عندهم تقنيين خطيرين وخبيرين في مجال الاختراق ومجال التقنيات الحديثة، فبالتالي سيطروا على الإعلام من هذه الناحية، بل وأخفوا وجود الفاغنر في هذه النقطة، وعملهم الأسود لا يتحدثون عنه بل يخفون بالحديث عن شيطنة أشخاص آخرين ومجالات أخرى. النقطة الثانية: روسيا تستغل السودان، حيث تساعد البنى التحتية السودانية في نقل النفط من جنوب البلاد إلى الأسواق العالمية. لذلك أعربت روسيا عن اهتمامها ببناء معمل لتكرير النفط بغية زيادة أرباحها من صفقات تنقيب عن الذهب. كيف ما قلنا كاين هناك استعمار اقتصادي، استعمار أو لا احتلال سياسي أو عسكري أو غيره. فاليوم نتحدث عن الاستعمار الاقتصادي. انت سير الدوله، انت كون الرئاسه والحكومه وكل شيء، ودير المشاكل ونخلي لي غير الثروات ديالك انا نخدم عليها. فلذلك روسيا تعمل اليوم على بناء بنيه تحتيه باش ينقل البترول، وايضا دخول شركات روسيا للتنقيب على النفط ونهب الثروات. ما يكون حتى واحد يفكر انه غادي يتنقب وغادي تفيد السودانيين، فلن يستفيدوا من شيء. والدليل قادم في هذه النقطه الثالثه: روسيا تبسط سيطرتها على إفريقيا. الرغبة الروسية الملحة في إقامة قاعدة عسكرية بحرية على ساحل البحر الأحمر في السودان لا تنفصل عن سياق مخطط تغلغلها في العمق الإفريقي. قبل ما نشرحوا هذه النقطة ديال أنها تحاول السيطرة على إفريقيا وتغلغل عبر السودان، فما ننساش من غير البترول فهناك أيضا واحد الشركات ديال التعدين روسيا كاينة في السودان وخاصة في الذهب، وبالتالي تقوم بإخراج الذهب وتهريبه بالتوافق مع الرئاسة السودانية، يعني في الرشوة كما كنعرفوا، وكيسرقوا الذهب وكيديوه لروسيا. فتقريبا واحد 16 طائرة أو 16 رحلة في عام واحد من الذهب اللي تم رصدها من السودان إلى روسيا. حتى يوم بداية الحرب الروسية الأوكرانية كانت هناك رحلة من الذهب من السودان إلى روسيا، وكأن السودان هي من تمول أيضا أو تساعد في تمويل الحرب الروسية الأوكرانية. نرجع لموضوعنا وهو محاولة استغلال أو التغلغل في إفريقيا من خلال السودان. فما نساوش بأن روسيا كانت باغا دير واحد القاعدة عسكرية في بورت سودان. نشوف الخريطة. فإلا شفنا هاد المنطقة فين كاينة العلامة الحمراء، هنا منطقة بورت سودان، وهو واحد الميناء في شرق السودان. هنا كانت غدير واحد القاعدة عسكرية لولا تدخل الأمريكان، وبالتالي أقنعوا السلطات السودانية بإلغاء وتجميد هذه الصفقة. فعلاش؟ لأنها كانت تريد أن تكون في البحر الأحمر. والبحر الأحمر علاش؟ لأنه أولا شفنا الأسهم الحمراء أنها تقدر تجيب إمدادات للجيش ديالها والتبادل ديال مجموعة من الأشياء مع الحليف ديالها الصين.
ولا شفنا الاسهم الزرقاء هي ان هذه القاعده والسودان يمكن يكون يعطي امدادات لسوريا. و يعني علاش سوريا؟ لان هناك قاعده طرطوس البحريه الروسيه، وايضا كاينه قاعده حميميم الجويه في سوريا، مجموعه من المناطق كتحتلها روسيا في سوريا. ثم ايضا تعطي امدادات للبحر الاسود فين كاينه شبه جزيره القرم، وايضا مناطق روسيا في البحر الاسود. ثم ان من السودان يمكن لها عبر الاسهم الخضراء انها تتغلغل في الدول ديال شرق افريقيا، مصر، ليبيا، تشاد، السودان، جنوب السودان، اثيوبيا وغيرها. بينما في الغرب عن طريق الدولة الوظيفية اللي هي الجزائر يمكن تغلغل، ولاحظنا هذا في الفاغنر الذين اليوم شدوا البلاصة ديال فرنسا في مالي، ومنها تريد أيضا الدخول إلى النيجر، موريتانيا، تشاد وغيرها من الدول. إذن فالسودان بالنسبة لروسيا نقطة مهمة جدا في استراتيجيتها وخططها، وخصوصا البحر الأحمر مطل أيضا على منطقة الخليج، الرابط ما بين البحر الأبيض المتوسط وبحر العرب إلى المحيط الهادي أو الهندي عبر البحر الأحمر، وأيضا هذه القناة ديال السويس ديال مصر. فالسودان يجب التحكم فيها، لهذا تثير النعرات والقلاقل روسيا من أجل التحكم أيضا في الحكومة القادمة وفي خيوط اللعبة في السودان. كنتمنى نكون وضحنا هذه النقطة. ما تنسوش دعمونا بالضغط على زر الإعجاب، اشتراك في القناة، صفحة الفيسبوك مغربي وأفتخر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.